رحل في صمت دون معاناة الفنان سيد صادق في ذمة الله عن عمر يناهز 80 عام. رحل صباح اليوم الفنان القدير سيد صادق عن عالمنا عن عمر يناهز 80 عام في وفاة مفاجئة دون معاناة مع المرض، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود قدم خلالها عشرات الأدوار التي حفرت اسمه في ذاكرة الجمهور. وأعلن خبر وفاته ابنه لؤي سيد صادق عبر حسابه على الفيسبوك قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي سيد صادق. وأشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم، وطلب من محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة. ولد سيد صادق في 18 يونيو 1945، واشتهر بإتقان أدوار الشر والشخصيات الخارجة عن القانون. عمل الراحل أدوار سينمائية ودرامية أبرز لن أعيش في جلباب أبي، الإمبراطور وكده رضا، فرقة ناجي عطلة، العراف، أين قلبي، عيون الصقر، الحقيقة والسراب، يوميات ونيس، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري. برحيله يفقد الوسط الفني أحد أبرز الوجوه التي ظهرت على الشاشة المصرية وأثبتت أن الأدوار الثانوية صنعت علامات لا تنسى. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه في فسيح جناته، ونسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والأهل ومحبي الصبر والسلوان.